طريقتي السهلة والبسيطة بدون رغي كتير لوش رز المعمر الفلاحي المصري. بيقولوا عليه طالع من الفرن مختوم بالوش ده لأنه زي ما انتوا شايفينه قمر ازاي. اول حاجه انا عملت هنا مقدارين، ممكن تخلوه مقدار واحد لكل طاجن. استخدمت كوبايتين من الرز المصري المغسول. زمان كانوا بيقيسوه كده بعقله الصباع، ما كانوش بيحطوا مقادير، بس احنا هنستخدم هنا المقادير عشانكم. لكل كوبايتين رز بستخدم معلقتين من السمنه الفلاحي او الزبده، ولكل كوبايتين رز بنستخدم 4 كوبايات من السائل. انا استخدمت 3 لبن او الحليب وواحد من الميه، لو عايزينه ممكن كله حليب بس مش هيطلع مفلفل قوي. هقلب وهحط ملح بس. هحط نص القشطه على الوش بالشكل ده وهدخله فرن يكون سخن جدا لمده نص ساعه. هطلعه تاني وهسيح بقيه القشطه الباقيه عندي واغطي بيها وش الرز المعمر. هيخش الفرن تاني لمده ربع او تلت ساعه، وتولعوا عليه الشوايه اخر حاجه. هيطلع بالوش المختوم ده وهيطلع طعمه قمر. صدقوني احلى رز معمر هتاكلوه في حياتكم. الرز جميل، الوش مظبوط ومش سايح كده ولا مقفول. هتفتحوا بالمعلقه هتلاقوا الرز طالع من جوه مستوي جدا وطعمه حلو قوي مفلفل، طعم الفلاحي فيه. ولو انتوا عايزينه معجن اكتر من كده ممكن تزودوا كمية الحليب او المية، بس انا بشوف ان هو كده مظبوط جدا والقشطة لسه سايحة عليه من فوق كده وطعمها باين. جربوه بطريقتي وادعولي.